Oh, it's Dynasty 5, 4,300 years ago. Incredible. Now, the moment we'll see all the statues. Ooh, ooh, ooh. This is really a great discovery. Found this beautiful cut in the solid rock with a beautiful false door. But the most exciting thing is this statue. If you look at it, it's dated back 4,300 years. It's Dynasty 5 of the Old Kingdom. This is the exciting news that you're going. طبعا كلنا شفنا بعد الفيديو ده والضجة اللي تم إثارتها حوالين دكتور زي حواس علشان بيقولوا ان هو كسر التمثال ده. وانا مرضتش اتكلم في لحظتها لسبب، علشان انا عايزة اتكلم عن علم واعرف ايه الملابسات وايه اللي حصل وايه مادة صنع التمثال، ومعلومات كتيرة جدا لازم اعرفها علشان اوصلها ليكم، علشان انا اهم حاجة عندي ارفع نسبة الوعي، لان عدم وجود وعي يخلي ناس كتيرة تتكلم بدون علم، فناس كتيرة تنساق ورا الكلام اللي بيبقى ليه اغراض تانية غير اللي واضحة لكم. اولا ان احنا نشوف كشف يتفتح لأول مرة قصادنا، دي مش حاجة واخدين عليها، فطبعا في ناس بتاخد المواضيع بطريقة غير أكاديمية خالص، بمعنى ان في الكثير والكثير من الاكتشافات اللي في ناس بيفتكروا انه بيبقى وراها حاجة، وبعد ما يفتحوا الحاجة ما يلاقوش وراها حاجة. حصل الموضوع ده فين؟ دكتور غنيم في هرم او في مصطبة سمرخت، وكان التابوت ده كان مقفول ما اتفتحش، فيا عيني دكتور غنيم كمصري كان فرحان قوي، وكان نفسه يعمل زي العلماء الاجانب. اصل بعيد عنكم علماء الاجانب بيعملوا كده واكتر، بس لما يجي المصري يعملها يتزف زفه ما يعلم بها الا ربنا. طبعا دكتور غنيم عزم جمال عبد الناصر وعزم ناس كتير على اساس ان هم يشوفوا افتتاح التابوت لاول مره، علشان الموضوع يكون على عينك يا تاجر. ويا ريتك يا دكتور غنيم ما عملت كده، لانك لما عملت كده انهيت مسيرتك العلميه والدراسيه والحياتيه حتى. دكتور غنيم بعد ما فتح التابوت ده قصاد الناس كلها لقى فاضي، وما كانش ليه ذنب على فكره، عادي ممكن تفتح اي حاجه وتلاقيها فاضيه. فلما اتفتح فاضي في ناس اتهموا دكتور غنيم بحاجات كتيرة جدا، والراجل يعيني من كتر ما هو تعرض لضغط نفسي عالي جدا، لان هو كان فرحان ان هو عايز يعمل كعالم مصري يكتشف اثار مصريه. وخلي بالكم الدكتور غنيم ليه اكتشافات مهمه جدا، من ضمنها اول طريق الكباش. عارفين اول ما اكتشف طريق الكباش التماثيل دي، اول 8 تماثيل الدكتور غنيم. فبعد اللي حصل ده انتحر، والله رمى نفسه في النيل على ما اعتقد. في ناس بيقولوا لا تم اغتياله، وفي ناس قالوا لا ان هو من كتر ما تعرض للحرب في الوقت والاتهامات الغير مبرره انهى حياته في نهر النيل. فدي نموذج من ضمن النماذج. تعالوا بقى اوريكم نموذج تاني. مش عارفه احنا ليه بنعمل كده في نفسنا. العالم ريزنر، وده عالم اجنبي، مش هقول لكم بقى منين، اوكي، لان هو مادام هو غربي يتشال فوق الراس. وهو كان مسافر، كان واخد الحته بتاعت الاهرامات، حته معينه كده في الاهرامات علشان يعمل فيها حفاير. فالمهم ايه، هو كان مسافر، فالبعثه بتاعته كانت بتصور وبتاخد تصوير ومش عارفه ايه، ففي كاميرا غرزت في الارض. فلما الكاميرا غرزت لقوا مدخل. الفريق العمل بتاعه لما شافوا الكشف ده بداوا يدخلوه من غير ما يقولوا له ان هو كان مسافر، يؤدي الى سلالم تحت الارض، وقعدوا ينزلوا لغايه، بصوا التاريخ 8 مارس 1925. نائب بريزنر فضلوا ينزلوا لغايه لما لقوا ايه تحت، لقوا مقبره ام الملك خوفو، اللي هم لما شافوا كميه الذهب اللي فيها جات لهم صدمه. راحوا
راحوا بلغوا ريزنر كان في امريكا في الوقت ده، فقال لا انا مش هنزل، الموضوع مش مستدعي، اقفلوا المقبره وانا هباجي لما اخلص الشغل اللي في ايدي. جاء امتى؟ جاء 21 يناير 1926، من شهر مارس 25 لغايه يناير 26. احسبوا كام شهر فضلت مقفوله؟ 10 شهور. 10 شهور المقبرة مقفولة بالرغم ان فيها مواد عضوية. عارفين الاستاذ ريزنر لما جه وفتح المقبرة لقاها عاملة ازاي؟ لا، كل المواد العضوية متفتتة. الخشب حد كلمه؟ حد قال له نص كلمة؟ لا، ما حدش قال له كل نص كلمة. ريزنر لغاية وقتنا هذا علامة 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 في تاريخ علم المصريات، محدش يذكر له هذا الامر. وبيقولوا ايه؟ لا احنا لقيناها كده، لان هم لما فتحوها قبل كده ما صوروهاش، لكن لما جاء الاستاذ ريزنر جاب التصوير وجاب كل حاجه فصوروا المنظر اللي انتوا هتشوفوه ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قد فسدت ولم يتبقى سوى قطعة مكسورة وغبار. ده كمان في مصيبة تانية حصلت، عارفين ايه هي؟ ان كان في اواني كانوبية، جم يفتحوا التابوت ما لقوش الموميا، مع ان في اواني كانوبية. ازاي؟ بجانب ان هم وهم نازلين لقوا زي ما تقولوا كده قربان او اضحيه محطوطه على باب المقبره، ودي حاجه تدل على ان ام المال خوفو كانت مدفونه جوه المقبره، ومع ذلك ما لقوش ام خوفو جوه المقبره. ما علقوش ليه المشانق للدكتور ريزنر، لكن علقوا المشانق لدكتور غنيم. نفس الحكايه بتحصل دلوقتي. قول كده. طب انا ليه بشرح لكم كده؟ عشان بقول لكم يا جماعه ان المواقف اللي بتحصل في الاكتشافات الاثريه مهمة صعبة مش سهلة. في ناس لغاية وقتنا هذا مش قادرة تفهم ان ده علم، ان ده في علماء، ان زي ما في دكتور ممكن يدخل يعمل عملية يخطأ اثناء العملية، برضه نفس الحكايه ممكن اثري يدخل يلاقي حاجه غصب عنه بتحصل. بمعنى التمثال ده مصنوع من الخشب، وده السبب ان المصريين القدماء في العصور اللي بعد كده ما بقوش يستخدموا الخشب في صناعه تماثيلهم، لان الخشب ماده عضويه سهل انها تتاكل. في بعض القطع الاثريه اول ما بنفتح المقبره يا جماعه بتتحول لرماد. انتوا متخيلين ايه؟ عشان كده لازم وجود مصور علشان يثبت الحاله، لازم وجود رسام علشان يرسم، عشان لو في حاله ان التصوير ما ساعدش الرسام يبقى موجود، بجانب ان لازم تكون الابعاد واضحه في التصوير علشان الحجم ما يختلفش، بجانب ان لازم يكون اهم عنصر موجود في فريق العمل وهو المرمم، علشان لما يحصل اي موقف ايا كان في لحظه الكشف يكون هو موجود علشان يرمم الموضوع في ساعتها. وقد كان ده تمثال من الخشب، يعني هو ذات نفسه ممكن اول ما نفتح النيشه دي يتفتت على الارض، بتحصل. هو ذات نفسه متعرض للكثير من التآكل. بجانب ان المصريين القدماء كانوا بيعملوا حاجه ايه هي؟ علشان يلونوا التمثال بالشكل ده كانوا بيحطوا عليه ماده القص، والماده دي يعني شديده الذوبان عشان تكونوا عارفين زي الاسمنت كده. فالماده اللي تحت دي دكتور زي حواس وهو بيعملها وقعت اساسا من غير حاجه. يعني لو كان الموضوع فيه خطا متهيألي الدكتور زي حواس ما كانش عرض الفيديو اصلا، او كان عرض الجزء ده اصلا. لكن هو ليه؟ لان هو شاف الحاجات دي كتير بتحصل، واللي بيشاركوا في الحفاير بيشوفوا الحاجات دي كتيره بتحصل، فعشان كده ما بيحصلهمش صدمه. الناس بقى ما تعرفش حاجه بتحصل صدمه. بجانب ان التمثال في حاجات غريبه دكتور زي حواس ممكن يكون ما خدش باله منها، لان اصلا الابعاد بتاعت التمثال مش مناسبه. بمعنى النقبة بتاعت التمثال الرداء اللي هو لابسه ممتد لقدام قوي، بجانب ان ما كانش يعني في حاجة غلط من ناحية الايدين والابعاد ذات نفسها من ناحية الرداء السفلي. بس ده ما يمنعش ان اكيد ما يعني دكتور زي حواس هو بيعمل الحاجات دي وقعت لا ارادي، لان حتى في الترميم لما طلع الكشف قالوا ان اساسا منطقة الاقدام معرضة في تآكل عالي فيها. وده ليه؟ لانها ملامسه للارض. الظاهر ان الارض دي فيها رطوبه عاليه، فطبعا الرطوبه خلت المنطقه اللي تحت او التمثال من اسفل معرض اكتر للتآكل، لان فيه رطوبه، ودي مواد كلها عضويه سواء الجص او التمثال المصنوع من الخشب. فعشان كده شيء طبيعي ان كل الجص ده هيقع، ده طبيعي. طيب لازم يحصل ترميم في اللحظه دي وانقاذ هذا التمثال. ايه اللي حصل؟
المرممين اللي عندنا رقم واحد عشان تكونوا عارفينه على أعلى درجة جدا من العلم والتقنية، جابوا التمثال حطوا عليه مادة بتاعتهم هم، طبعا أنا مش هقول الأسامي لأن أنا معرفش، وجابوا حاجة اسمها ورق ياباني شفاف كده، حاجة كده زي البلاستر زي اللزق زي الشاش، حاجة زي كده بيلفوا بيها التمثال عشان هم حاطين مادة. المادة دي هتعمل إيه يا نيرفانا؟ هتثبت الجص على الخشب علشان نمنع سقوط بقية الجص. طب ليه نمنع؟ علشان التمثال يظهر لنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى ايه؟ يبقى كامل، نحاول ننقذه حتى ولو لاخر لحظه، حتى ودي التقنيه الحديثه اللي الترميم بتاعنا وصل ليها، عشان كده وصل لينا بالشكل ده. طيب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الدكتور زي حواس ما كسرش التمثال ده عن عمد، ان الدكتور زي حواس شاف من الحاجات دي كتير، وان احنا في الحفاير بنشوف حاجات اكتر من كده، وان الاجنبي والمصري بيتعرضوا لمواقف كتيرة بالشكل ده، وان المشكلة بس اللي حصلت عارفين ايه؟ ان الدكتور زي حواس بس بيورينا الاكتشافات بتبقى عاملة ازاي. ففي ناس بقى هاصت في الهيصة، هتلاقوا الناس دي بتهيص لاي هيصة وبتهيص في اي هيصه، ولو احنا شلنا دكتور زي حواس وحطينا دكتور مصطفى وزيري هتلاقوا الناس برضو بتهيص نفس الهيصه، ولو شلنا دكتور مصطفى وزيري وحطينا مين جاي برضو هنهيص نفس الهيصه. ليه؟ علشان مصري. لكن لو كان ده عالم اجنبي بيصور لبلده ما كناش عرفنا ولا كنا قدرنا ولا كنا اي حاجه. عشان كده بقول لكم يا جماعه التماثيل والاثار المصريه لازم تترمم كل فتره. هم انتوا فاكرين ايه؟ الموضوع مش سهل، الموضوع صعب ومسؤولية على أي أثري في أي كشف وفي أي مكان شغل ليه أو في أي مكان حفاير، مسؤولية كبيرة جدا بتقع عليه. فيجب أن يتم احترام الأثريين حبة كبيرة، ولازم تعرفوا إن إحنا لينا علم، ولازم تعرفوا إن إحنا لينا تخصص، ولازم تعرفوا إن إحنا لينا قيمة على مستوى العالم. مش عارفة انتوا ليه لغاية دلوقتي مش قادرين تفهموا إن ده علم وإن في ناس متخصصة فيه. مش كل حد يتكلم.